أيضا باسم مرض الدوران. يصيب أحيانا جانبا واحدا من دماغ الحيوان يميل إلى اتباع سلوك الدوران. عادة تموت الحيوانات المصابة به في غضون 48 ساعة. لذا لا يمكننا أن نفسر أن هذه الأغنام مصابة في الصين أو في الأردن مصابة بهذه البكتيريا، لأنها لم تمت، مشت في دوائر ولكنها استمرت ولم تمت. وزارة الزراعة الأردنية لم ترصد أي أعراض مرضية على القطيع، وتقول إنه بحالة صحية جيدة. قالت: جاء الرأي الفني أن الأغنام الأمهات كانت تبحث عن مواليدها في الحظيرة والمقسمة إلى عدة حظائر داخلية بعد رجوعها من المرعى. هذه الحركة هي مجرد سلوك الأمومة، وقد تلاشى السلوك مباشرة بعد تواصل الأمهات مع المواليد. سووا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.